السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة عائلة مطبخ شمس. أنا نجوى ودي قناتي. لو عجبك الفيديو النهاردة لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد إن شاء الله. النهاردة بقى المبروم أو الكسكسي أو زي ما بتقول عليه أحلى مبروم إن شاء الله هيتعمل النهاردة زي ما كان بيتعمل أمهاتنا أيام زمان. المبروم الفلاحة على أصوله هيتعمل النهارده بالخميره. اخف مبروم في الدنيا ممكن تاكليه، لا هيتعبك ولا هتاكلي حاجه مختلفه خالص. وهنعمله في الكبه. قبل كده احنا عملناه بالدياره بالطريقه القديمه، النهارده بالكبه ان شاء الله، وهنعمله بكل سهوله وبساطه في مطبخنا. وزي ما احنا شايفين المبروم مفرفر جدا وجميل، حاجه كده اللهم بارك ولونه جميل. انا عاملاه النهارده بدقيق الغله على دقيق فاخر، يعني من ده على ده عشان يطلع معايا اخف مبروم ممكن تاكليه. بس ما تنسيش بقى اللايك عشان ترفعي مستوى القناه. انا معايا هنا نسمي الله الاول ونصلي على الرسول. معايا طبق حاطه فيه 2 كيلو دقيق وحطيت عليه معلقه صغيره ملح. بعد كده جبت الكبه بتاعتي وحضرتها، وجبت كوبايه دافيه ميه دافيه وحطيت عليها معلقه مليانه صغيره خميره. وبعد كده بدوب الميه الدافيه بالخميره واركنهم على جنب. تمام كده خلاص. ابدا بقى اجيب الدقيق بتاعي اللي عليه معلقه الملح الصغيره، اضيف شويه شويه في الكبه، ومع كل شويه كده بحط شويه من الخميره بتاعتي لحد ما يتكون معايا حبات رمليه في الكبه. اظن الموضوع سهل وكلنا عارفين ان المبروم سهل جدا اللي بيتعمل في الكبه. يعني وانت واقفه في مطبخك نص ساعه تكون عملتي المبروم بتاعك. يا دوبك انا برشش شويه ميه كده وبطحن بالكبه ان هو يتكون معايا الدقيق يتحول معايا لحبات رمليه صغيره، وبحط واشوف لو احتاج معايا ميه بحط، مش بكتر عشان لو كترتي هيطرى معاكي وهيعجن. لا انا بوزع كده معالق من الميه على الدقيق وابدا اطحنه بحيث ان هو يكون معايا حبات رمليه من المبروم بتاعي. خلاص الموضوع سهل معايا. او لقيته محتاج معايا تاني ميه برضو بضيف. انا بوريك الطريقه اللي انا بضيف بيها. بتحطي كده معالق صغيره وتبداي تطحني لحد ما يطلع معاكي بالشكل اللي احنا عايزينه. طبعا الدقيق بالغله بيختلف قوي في المبروم يا جماعه، بيخليه خفيف جدا وطبعا هيكون صحي جدا معاكي. فانت لو عندك دقيق غله علامه اولى اعملي بيه. تحطي مثلا كيلو ونص دقيق غله ونص كيلو دقيق فاخر، يعني حطي كيلو ونص دقيق غلة على مقولة ونص كيلو دقيق فاخر يسنده بس كده. اهو شايفة هو كده اتحول معايا حبات رملية زي ما احنا شايفين. بس انا برضو هقلب اللي تحت كده واشوفه. شايفة اهو اتحول معايا. انا برضو هضربه ضربة صغيرة كده عشان اتأكد خلاص ان كله اتجانس مع بعضه. وحاولي ما تكتريش في الكبة، حاولي الكميات في الكبة تكون كبيات صغيرة ما تكتريش. وبعد كده بجيب معايا الشاشة دي اللي هستوي فيها المبروم بتاعي وبحط فيها المبروم وكل كمية الدقيق بنفس الطريقة. أظن الموضوع سهل جدا. هجيب كل الكمية واحطها في القماشة بتاعتي وابدأ افرده كويس جدا، ما تتكيش عليه ولا تضغطيه. وعندي حلة على النار فيها مية بتغلي، حلة المبروم ما عندكيش حطي حلة وفوقيها مصفى. الموضوع سهل جدا وبستريتش من الجناب تقفليه. شايفه انا بحط حله المبروم وعندي جوه المصفى كمان بحط المصفى التانية عشان عايزه اعمل عازل عن البخار ما يجيش في القماشه ويطري لي القماشه من تحت ويعجنها. وكتير قوي بتقابلوا المشكله دي، بيلاقي قماشه المبروم منه بتعجن من القعر. فانك تحطي مصفى في مصفى ديت بتحميها خالص من الموضوع ده. وهنشوف القماشه بتاعتنا. حطيت المبروم وابدا بقى هغطي عليه واسيبه كل ربع ساعه كده اقلبه تقليبه، اسيبه نص ساعه على النار زي ما احنا شايفين اهو. شايفه حتى الكور المعموله دي كل ده في الكبه هتتضرب ضربه كده هتتفك كلها وهتبقى تمام ولا عجن معاكي ولا اي حاجه. تمام ومية مية. القماشه دي طبعا يا جماعه مخصوص للمبروم وانا بغسلها وانضفها كويس جدا. عدت النص ساعه بتاعتي بدات افضي المبروم بتاعي. شايفه القماشه بصي ولا فيها بقى تعجين ولا فيها اي حاجه. فضيت القماشه بتاعتي في طبق ستانلستين وببدأ بقى ان انا كده ابردها شوية كده. وبعد كده اي تكتلات موجودة معايا في المبروم انا بفكه الاول. شايفة يعني انا مجرد ما بعمله بالكبشة بتاعتي اهو بيفك معايا.
بس طبعا لو حاسه ان في شويه شايفه وبيتفك خالص، يعني اسرع كمان بتجيبي التكتلات دي كلها وتلميها وتحطيها في الكبه وتطحنيها وترديها في المبروم. يعني تجيبيها تطحنيها في الكبه وترجعي تحطيها في المبروم تاني لحد ما تلاقي حبات المبروم كلها بقت واحد ما فيهاش اي تكتلات. شايفه انا بلم اللي على الوش كده اللي فيه كور او تكتلات عايزه انعمه اكتر، ببدا احطه في الكبه واديله يا دوبك ضربه صغيره كده بيروح معايا زي الفل اكنك معدياه من الدياره. هي طبعا يا جماعة الحاجات بتتغير والحاجات بتتقدم وبتكون أسهل بتسهلها علينا. طبعا موضوع الكبة ده وفر علينا وقت كتير. أنا بقعد بالديارة بصراحة، أنا بحب مبروم الديارة متعودة عليه، بس بياخد وقت بصراحة فهي أسهل طبعا. أنا معايا هنا كوباية لبن كبيرة أو كوباية وربع لبن دافي، ما يكونش لا سخن ولا بارد. أبدأ بقى أفضيها على المبروم بتاعي زي ما احنا شايفين كده، يعني اخليها كوبايه وربع عشان يستوي معاكي كويس على 2 كيلو. ابدا افضيها عليه شايفه. وحسيتي برضو لو حسيت ان هو محتاج معاكي لبن تاني، لان في دقيق بيشرب اللبن وفي دقيق غله بالذات بيشرب السوائل كتير. لو حسيتي ان انت وانت بتحطي محتاج معاكي سوائل تاني حطي لحد ما تحسي ان هو خلاص يعني كل الحبات اتغلفت كده معاكي باللبن. طبعا في ناس بترد بالميه وكل واحد بيختلف من طريقه لطريقه. هو لو غايب عندك في التلاجة او هتفرزيه في الفريزر فانت حطي ميه ما تحطيش لبن. لكن انا الكميه دي عندي مش يعني الكميه دي مش هتقعد عندي في الفريزر او حاجه، فهي يعني هتخلص على طول يعني. فانا بحب ارده باللبن طبعا الطعم بيبقى احلى كتير زي ما احنا شايفين. انا بقى رديته تاني في القماشه بتاعتي اللي هي الشاشه، وابدا احطه في الميه المغليه تاني. يا دوبك كنت موطيه النار على الحله ما تطفيش عليها عشان ما تبردش، واحطه بقى على النار نص ساعه تانية، وبرده كل ربع ساعه بقلب تقليبه. والنص ساعه التانية بقى اتحط معايا على النار وبدات افضيه كده خلاص هو استوى معايا وتمام التمام. شايفه القماشه بتاعتي نضيفه وزي الفل ازاي، ولا معجنه بقى فيها مبروم ولا اي حاجه من دي خالص. اللهم بارك، القماشه طالعه زي الفل فيهاش اي حاجه من التعجين بتاع اللي كنا بنشوفه في القماشه. والمبروم طالع معايا بقى استوى. بتعرفي ازاي؟ بتخبطي على القماشه كده قبل ما تفتحيها، لو لقيتيها عملت صوت زي البرايم لما تستوي كده يبقى مبرومك استوى وتمام التمام. لو لقيتيها مكتومه تعرفي انها لسه عايزه سوا. معايا النهارده بقى دي حته زبده عشان تدي لون اصفر جميل، ومعايا بقى حته سمنه فلاحي كده جاموسي على حته سمنه بقري. يعني بصي خلطه بيضه كانت عندي كده طبسيه مليانه حطيتها كلها على بعض، وتروحي بقى مقلب بقى اما تلاقي بقى المبروم كله بقى اتجانس. وشوف اللون الجميل بقى اللي قلب بقى تحفه من حته السمنه البقري وحته الزبده الصفراء. انا مش عايزه اقول لك الريحه عامله ازاي. ريحه المبروم خطيره خطيرة بجد، وخفيف خفية يا جماعة. الخميرة خلت المبروم في حتة تانية خالص. صدقيني مش هتندمي أبدا أبدا لما تجربي المبروم بتاعي. جربيه بقى بالخميرة وهتدعيلي، وبعد كده مش هتلاقي بقى لا تقلب بطنك ولا تاكلي المبروم تقولي حاسة بحاجة في معدتي. خفيف خفية لا تتخيليه. يعني شايفة المبروم يتحدث، الريحة والشكل والطعم تحسيه خفيف فعلا. حتى في التقليب بتاعي كده خفيف مهوي من بعضه كده اكن العيش منفوخ كده. شوفي هو متنفخ ازاي. وزاد معايا كمية كترت جدا عن ما بحطش خميرة. لو عجبك الفيديو بتاعي النهاردة بقى لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي ان شاء الله. انا نجوى ودي قناتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.